مساء الخير على كل متابعين قناة ميكانيك الصعيد. العربية اللي معايا دي لانسر شارك، العربية دي صاحبها دخل في بلاعة ما كانش شايفها، بلاعة صرف صحي كانت مفتوحة، ضجرت في العربية من تحت، جابت العربية زيت من تحت، راح لفني أثق في الفني ونزل الفني تحت العربية. الفني قال له العربية دي عايزة يتحل الفتيس، مع العلم ان في واقي تحت مداري الدنيا كلها، صاحب العربية مش هيشوف ايه اللي حصل في العربية، وهو أثق في الفني. الفني قال له الفتيس اتكسر عايز يتحل، يا اما نلاقيله ألمونياية كفر خارجي جديد، يا اما تجيب فتيس كامل غيره. الفيديو ده انا عامله للتوعية عشان اوعي الناس اللي في العربية دي. كل اللي حصل في العربية دي غطى البلاعة، ضرب الكارتيرة من تحت زي ما حضرتك شايف، ضرب الكارتيرة من تحت، حصل خلل في البرواز اللي هو ملزق بسيليكون، حصل فيه خلل، ابتدى ينقط زيت. ده بالنسبة للي حصل في العربية. بالنسبة لنصيحتي لأي حد العربية تتخبط منه تحت، يا ريت ما تكملش بعربيتك، عشان سواء الزيت اللي نازل ده سواء من فتيس أو من مكنة، سواء من الفتيس أو من مكنة، الاتنين عليهم ضرر لو انت كملت بالعربية. يا ريت أول ما العربية تتخبط من تحت وتنقط زيت اركن بالعربية واتصل بأي ونش، تمام؟ ويا ريت يا ريت أي حد معاه أي فني، على الناس كلها على دماغي، بس يا ريت تقعد جنب عربيتك وتشوف ايه اللي بيحصل في العربية، لأن احنا ما بنتعاملش مع ملايكة، احنا كلنا بشر وكلنا أخطاء وعيوب. فيا ريت لو انت صاحب عربية تقعد جنب العربية بتاعتك وتشوف فيها ايه بالظبط، ولو قدرت تنزل تحت العربية مع الميكانيكي وتشوف بعينك ايه اللي حصل في العربية يكون افضل. تمام؟ انا ما رضيتش اصور غير لما حليت الكارتيرة، لربما يكون كلام الفني صح وتكون لمست العجل جوه وحصل مشكلة كبيرة. بس عايز اقول لو حصل اي حاجة في العجل، العربية يا اما ما تاخدش غيارات، يا اما تاخد غيار وما تمورش، تاخد غيار وما تمورش لو حصل مشكلة في العجل. تمام؟ بشكر كل الناس اللي متابعاني وبتدعمني في الكومنتات، ويا ريت لو انت جديد في القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولف لفة في القناة اكيد هتلاقي فيديو ينال اعجابك. شكرا لكل المتابعين.